يا صباح الهنا والسعادة والتفاؤل على عيون حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو كالعادة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم امين يا رب العالمين. صباحكم زي الفل. زي ما شفتوا كده حبايب قلبي، بدأت كده الفيديو بغسيل الحوض، غسلة كويسة جدا، يعني غسلته كويس قوي زي ما شفتوا، كمان نشفته وبرضو غسلت المصفى بتاعته كويس قوي. وبعدين فضيت كيس الطماطم اللي انا جايباه قبلها بيوم في الحوض. دول 5 كيلو طماطم بلحة. بس الطماطم حجمها صغير جدا، يعني مش طماطم كبيرة ولا وسط كمان، يعني حجمها صغير. فبالتالي ما قطعتهاش، يعني سبت الطماطمية كده سليمة زي ما هي، وما شاء الله ولا قوة الا بالله هتستوي وهتبقى جميلة جدا. اولا الطماطم دي كلها لحم كده، ما نزلتش مية كتير منها، فتلاقوا ما شاء الله يعني كمية الصلصة اللي طلعت كويسة جدا. فالطماطم لو كبيرة فبقطعها 2 وبشيل العين الاخضر بتاعها ده لانه بيبقى كبير. فبشيله بقى بالمرة، يعني طالما كده كده هستعمل السكينة وهقسم الطماطمايه. جبت كده حلة ألمونيوم. الحلة دي بصراحة دايما بعمل فيها الطماطم، الحلة دي كبيرة. فالطماطم زي ما انتم شايفين كده يعني ملت الحلة، وطماطم كمان هرمية فوق الحلة. فبالنسبة لي مفيش أي مشكلة، لأن هي كل ما تستوي هتنزل لتحت، وهيكون حجم الحلة مناسب جدا لحجم لكمية الطماطم دي. بس كده زي ما شفتوا. حطيتها بقى هنا على النار تغلي بقى وتستوي براحتها كده، علشان ناخد منها احلى صلصة طماطم. بصراحة الطماطم بالطريقة دي لما تسلقيها كده وتسيبيها تنزل ميتها، وبعدين يعني تتبخر شوية كده، وتيجي كمان بقى تضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر، بصراحة بتبقى طماطم مركزة جدا. يعني بصوا اقل كمية منها بقى بتخلي المحشي بتاعك، بصوا يعني احمر قوي. وكمان لو بقى عاملة مثلا خضار طبيخ يعني، فبصراحة بيبقى لونه جميل جدا. انا من الناس اللي مش بفضل قوي يعني ان انا استعمل بنجر مع الطماطم. البنجر بيدي لون وقيمة غذائية طبعا، بس لو انت هتعملي الطماطم في وقتها، يعني لو انت هتعملي الطماطم في نفس اليوم مفيش مشكلة خالص تستعملي البنجر. انما لو هتدخليها الفريزر فبصراحة هتيجي تطلعي اصلا الطماطم من الفريزر وتستعمليها، تبص تلاقي لونها فاتح معاكي، مش هتفضل باللون الاحمر اللي انت شايلاها بيه. فبفضل ان انا اشيل الطماطم كده بيور زي ما انتم شايفين كده. واوقات اصلا بعمل تسبيكة المحشي جاهزة في الفريزر، فبتنجز معايا وبتبقى جميلة جدا جدا بصراحة. يعني صلصة الازمات. فالنهارده برضو ما حطيتش فلفل احمر، بس طبعا تقدري ان انت تحطي فلفل احمر اللي هو الرومي ده. بصراحة ده بقى يعني كقيمة غذائية ممتاز، كطعم حلو جدا، كلون بصراحة خطير. بس انا ما كانش عندي، واستكفيت بقى بالطماطم زي ما قلت لكم، لونها احمر اصلا وجميل وزي الفل. كمان زي ما شفتوا كده الجزر بصراحة اليومين دول عايزة اقول لكم ان هو طعمه كده زي السكر. يعني انت مش بتاكلي حاجة كده ملهاش طعم، لا ده انت بتاكلي حاجة طعمها فوق الروعة. الجزر كل ما الجو سقع كده كل ما الجزر كان طعمه في منتهى الجمال. وبصراحة كمان مش دبلان بقى ولا اي حاجة، تحس ان الجزراية كده زي الازاز معاكي بتتكسر لوحدها. فغسلته كويس جدا برضو واحدة واحدة، ودي طريقتي اصلا في غسيل اي حاجة في الخضار او الفاكهة او كده، بحب اغسل الحاجة واحدة واحدة، مش بكتفي بصراحة بالنقع ابدا. كمان مسكته بقى كده، شلت الطبقة اللي هي الخارجية بتاعته، قشرته. وبدأت بقى هنا ان انا اعمل الجزر اجهزه علشان برضو اشيله في الفريزر. بصراحة الجزر من الحاجات اللي انتوا ما تستهونوش بيها ابدا، يعني بصراحة الجزر بينجز معاكي، وكمان بيبقى كنز كده في الفريزر عندك. اولا لو هتعملي عدس فبتحطي مثلا كده شوية
شوية جزر مع العدس وهو بيستوي، بيدي طعم مسكر كده وجميل. الجزر اللي هو الشرايح ده برضو ممكن تضيفيه للشوربة، بيدي للشوربة برضو تسكيرة كده وطعم حلو قوي. طبعا المكعبات بقى للبسلة ان شاء الله باذن الله. انا لسه لحد دلوقتي ما جبتش غير حوالي كيلو ونص بسلة بس، لسه هشتري تاني ان شاء الله باذن الله. هكمل كمان بسلة، لان الكيلو ونص طبعا يعني اتعملوا على كيسين اصلا، ف يعني هحتاج تاني لسه ان شاء الله باذن الله. ده زي ما قلت لكم للبسلة. هو الشرايح ده والمبشور برضو ليهم استعمالاتهم زي ما قلت لكم. المبشور لو مثلا هتعملي هتعصجي لحمة وتحطي شوية كده مع اللحمة، بيدي طعم جميل جدا جدا. وعلى فكرة طعمه مش بيبان قوي الا للناس الذواقة. يعني مثلا لو ابنك مثلا ما بياكلش الجزر او بنتك، فتقدري انت تضيفيه بالطريقة دي، طعمه مش هيبان، هما مش هيعرفوه اصلا، وفي نفس الوقت يبقى انتي زودتي للاكل قيمة غذائية، ويعني ما تحرموش من فايدة اي حاجة. ف يعني يعني الجزر لو ركزنا كده هندخله في حاجات كتير. كمان لو هتعملي مثلا عصير برتقان بالجزر مثلا، او عصير سفندي بالجزر او ايا كان، فالجزر المبشور ده انتي دخلتيه الفريزر، فهو يعني التجميد اي حاجة بيخليها يعني ايه تدبل شوية معاكي كده، اللي هو ايه يعني تعتبر دخلت في استوى في التسوية يعني. فالجزر المبشور لو انت طلعتيه اصلا من الفريزر على شفشق الخلاط مع البرتقال او السفندي وضربتي، فهتحسي ان هو اصلا زي المسلوق بالظبط. هنا كان النور قطع، وبصراحة بقى قطع النور ده يعني بقت حاجة مستفزة. ف جبت كده الاطباق علشان اجهز الجزر اللي انا عملته، واغلفه بستريتش وادخله الفريزر على طول. بصراحة ما كانش عندي اكياس. الاكياس في الجزر افضل بكتير جدا من الاطباق يعني. على فكرة الجزر اللي هو القطع ده هتكسري كده قطعة منه وهتحطيها مثلا مع البسلة، هتطلع معاكي بمنتهى السهولة. وكذلك برضو الشرايح وكذلك المبشور. بس اللي كان عندي متوفر هي الأطباق الفل، ويعني استعملتها بقى وخلاص. وقلت ان شاء الله باذن الله على ما اشتري يعني وتكون موجوده عندي الاكياس، لان بصراحه مش بستغنى عنها. سبت بقى الكام قطعة في الطبق دول، قلت بقى يعني هستعملهم في الشوربة بتاع النهاردة. بصراحة يعني ادوا للشوربة طعم حلو جدا. وكمان لو انت معاكي بيبي صغير تقدري برضو ان انت تأكليه الجزر اللي هو المستوي في الشوربة ده، بيبقى طعمه حلو قوي. جبت برضو المبشرة وبدأت ان انا ابشر الجزر زي ما انتم شايفين كده. لو عندك بقى الكيتشن ماشين تقدري ان انتي تحطي في الكبة الجزء اللي هو بتاع بشر الجزر ده، وتبدأي ان انتي تستعمليها برضو بتبشر كويس جدا. شلت الجزر بقى في الفريزر، والنهاردة كنت هعمل للفطار محشي كرنب. فالصلصة اللي هي التسبيكة بتاعت المحشي كانت في الفريزر، طلعت كيس كده من شوية، ويا دوب شطفت اصلا الكيس تحت المية السخنة، وبدأت ان انا افضيه في الصينية بتاعتي على طول، علشان ابدأ ان انا يعني اشوح كده التسبيكة قبل ما انزل عليها بالرز. انا دايما لما بعمل معاكم محشي بقول لكم ان انا مش بحب ان انا احط كله على بعضه كده ساقع. يعني مثلا الصلصة ممكن تكون ساقعة عندي واضيف ليها الرز كده على طول والخضرة والكلام ده، لا. انا بحب ان انا اشوح كده التسبيكة تاني تنشف كويس، وبعدين بضيف ليها الرز، وابدا ان انا اشوح الرز انشفه من اي ميه خالص، واسيبه يبرد تماما، وبس كده يعني اركنها بقى شوية.
هنا برضو كنت هعمل جنب المحشي، كنت هعمل حمام. الحمام ده طبعا مغسول كويس جدا، وكنت حاطه عليه كمان يعني ليمونتين كده عصراهم. والرز بتاع الحمام كان ساقع معايا خالص دلوقتي، بس انا كنت مجهزة الرز ده قبلها بيوم، فما صورتهوش معاكم يعني بعمله ازاي. انا بعمله طعمه حلو جدا على فكرة، وبالطريقة اللي هو ايه، الطريقة التقليدية اللي هي بتاعت أمهاتنا، وبيطلع بصراحة طعمه في منتهى الجمال. هنا كنت بوريكم ان بين اللحم والجلد كنت طبعا خلياه علشان احشيه كويس، وبعدي الرز للرقبة، او للرقبة من المكان ده اللي هو الفاصل ما بين الجلد واللحم. بس كده، وكتفت الحمامة كويس قوي، وبدأت ان انا احشي غيرها. هنا لو تلاحظوا كنت هنا بعدي الرز للرقبة بتاع الحمام. وانتوا برضو بتحشوا الحمام لازم طبعا تسيبوا مسافة برضو جوه الحمامية، يعني ما تكبسوش الحمامية رز، علشان الرز برضو بيكون مستوي اقل من نص سوا. فالرز معاكي بعد تسوية الحمام يكون مستوي، وفي نفس الوقت برضو مفرفر كده وجميل جوه الحمامية. كل ما كان الرز يعني كويس كده جوه الحمامية وسايبة مساحة للسوى، فبيكون طبعا افضل بكتير. طبعا الحمام ده حمام بلدي، بيكون حجمه صغير، يعني مش من الحمام اللي انا بطلع منه اوردرات خالص. الحمام ده كانت ماما يعني مديهولي وكده من الحمام اللي عندها، هو نوعيته كده يعني مش من الحمام اللي هو بيكبر قوي. والحمام كمان لازم ينزل في ميه بتغلي، ما ينفعش ان انتي تحطيه بقى كده وبعدين تزودي ميه، لا خالص. الرز هيطلع من الحمام، وطبعا الشوربه هيبقى كلها رز، وكمان مش هيستوي مظبوط خالص. حطيت بقى هنا في الشوربة قطع الجزر، وحطيت عليها بقى برضو قطعة كده من البصل، وحطيت ورق لورا وحبهان، ونزلت بقى كده بالحمام زي ما شفتوا. بعد 5 دقايق كده لما غلي نزلت بالملح. هنا بقى كنت هحشي. حطيت بقى الخضرة على الخلطة بتاع المحشي اللي هو التسبيكة والرز. ما بحطش الخضرة ابدا ابدا، حتى ولو الرز دافي لازم يبرد خالص خالص وياخد حرارة الجو كده، وبعدين انزل بالخضرة. تحسي بقى ان طعم المحشي بيبقى بصوا بجد مختلف جدا. يعني انا بستغرب لما بشوف حد بيعمل المحشي كله كده على بعضه، او يعرض الخضرة للنار قبل الحشو. فبصراحة الطعم ده احلى بكتير. التوابل اللي انا بحطها بقى على المحشي، بحط ايه؟ بحط ال7 بهارات، بحط فلفل اسمر، بحط شوية صغيرين جدا من القرفة، وكمان بحط شوية بابريكا وسنة شطة. لو مش عايزة شطة طبعا ما تحطيش، ولو برضو مش عايزة قرفة ما تحطيش. هي مش بتبان قوي في محشي، في المحشي عموما. بس طبعا اللي بيركز هتدي طعم حلو قوي معاه. هنا بدأت احشي ورق الكرنب ده، كان عندي على رف التلاجة، يعني مش سلقاه النهاردة، كان عندي من كذا يوم على رف التلاجة، وسبتهم بقى في علبة وغطيتهم كويس قوي، وقلت هينفعوني ان شاء الله بإذن الله في يوم تاني اكون مثلا مشغولة، اكون يعني مثلا مش قادرة اقف اعمل الاكل من الاول للاخر. فبصراحة يعتبر المحشي ما تعبنيش خالص، تسبيكته جاهزة، هو يدوب ضفت الرز بقى والخضرة وكده، وطلعت الكرنب من عرف التلاجة ولفيته، وكان احلى فطار في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين بقى. اليومين دول طبعا يعني معظم الناس صايمة. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
هنا بقى كنت باحشي كده وأنا واقفة بصراحة الفترة دي، يعني بنتي الصغيرة بقى لو أنا قعدت على الأرض فمش هالاقي لا رز ولا ورق في الصينية وكمان بتبهدل لي الورق بقى، مش عايزة أقول لكم يعني السن اللي هو بتاع سنتين وسنتين ونص ده سن خطير. ف ربنا يا رب يبارك ويرزق كل مشتاق يا رب. بيبقى جنبي بقى المقص، يعني ده لازم. المقص كده جنبي، اي صباع كده طويل شوية، ورقة مش مظبوطة فبظبط الدنيا كده وانا بحشي اول باول. هنا كنت خلصت المحشي وقلت بقى اعمل شوية لسان عصفور كده، عسل كده، طبعا في الصيام. شوربة لسان العصفور دي من الاساسيات معايا يعني. ما ينفعش ان انا يعني نبقى صايمين وما يكونش فيه شوربة لسان عصفور. وانا دايما بعملها بصراحة، يعني عندي الولاد بيحبوها جدا. المحشي بقى زي ما شفتوا كده كنت عملت له الشوربه بتاعته. الشوربه بتاع المحشي، بحط لها طبعا بظبط الملح بتاعها كويس قوي. وبعدين بحط لها بقى سنه فلفل اسمر تاني صغيره، وبحط لها نص معلقه من البابريكا، وببدا ان انا اسقي المحشي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بتطلع المحشي لونه حلو قوي وكمان طعمه بيبقى سكر. طبعا لو انت بتحبي تسقيه شوربة اسقيه مفيش مشكلة، بس الشوربة اللي انا بعملها دي بتكون يعني بتطعمه زيادة. طبعا برضو تقدري والمحشي كده بيتشرب كده في الاخر تحطي معلقة سمنة بلدي على وش الحلة من فوق. برضو بتدي طعم حلو قوي. هنا طبعا كانت الطماطم استوت من بدري خالص خالص، وكانت سقعت خالص كمان. بس بصراحة كنت مشغولة بقى، فقلت لما اخلص محشي بقى واظبط الحوض كده مكان المحشي وكده. طبعا انتوا عارفين ان يوم المحشي ده بيطلع عندي كمية مواعين محترمة. وبعدين قلت بقى ابقى اضربها يعني واصفيها وكده. زي ما شفتوا كده ضربتها بالهاند بلندر وبدأت ان انا اصفيها في المصفى. لو انت متأكدة ان الكمية الصلصة اللي انت عاملاها دي هتكون كلها المحشي، فتقدري ان انت ما تصفيهاش خالص. انما انا علشان ما عنديش خالص في الفريزر اي طماطم ولا تسبيكة مثلا ببصل ولا طماطم بيور كده زي ما انا بعمل دلوقتي، فبصراحة لازم بصفيها علشان القشر بتاعها ده بيبقى بصراحة ظاهر في الطماطم بقى عفوا في الخضار، وكمان في المكرونة، فبيبقى شكله مش افضل حاجة. هنا كنت بدأت ان انا اعبي الصلصة في الاكياس. طبعا بتعبي في الكيس على حسب استعمالك وعلى حسب استهلاكك. يعني انا بحط كده 3 كبشات كده او 3 مغارف في الكيس، علشان بقول لكم مركزة، فبصراحة بتعمل يعني كمية كويسة قوي. يعني انا دايما بحب احط كل حاجة في الكيس على قد استعمال مرة واحدة. مش بحب بقى ان انا احط الحاجة في الفريزر وارجع اطلع واخد منها مثلا قطعة وارجع برضو ان انا ادخل بقيتها تاني. لا بصراحة مش بحب كده. بحس ان الحاجة المتفرزة دي هي عايزة تطلع اصلا متلجة على الاستعمال على طول، يعني كمان ما تسيبهاش تفك. وكذلك الخضار برضو، يعني الخضار يطلع من الفريزر تكون اصلا تسبيكها جاهزة ببصلها بطماطمها بتومها بكل حاجة، وتنزلي مثلا بطبق القلاص، تنزلي مثلا باللوبيا، الحاجات دي كلها لو مفرزة الحاجات دي عندك يعني. بس فهنا كان المحشي استوى، كان خلاص المغرب بيأذن. وطبعا يعني هذه اللحظة المنتظرة، فربنا يا رب يرزق الجميع يا رب بحق لا إله إلا الله. آه، طبعا ما كناش كلنا يعني هنفطر مع بعض. كان في الدروس وفي البيت، فالله المستعان ربنا يا رب يقويهم. طبعا ما فيش فترة راحة خالص، ما فيش اجازة نص سنة ولا الكلام بتاع زمان ده.
كنا بقى فطرنا الحمد لله رب العالمين، وكنت كمان دخلت شطبت المطبخ علشان اشرب القهوة بتاعتي وانا قاعدة كده بروقان. وهنا بقى احب اقول لكم ان دي اجمل لحظة عندي في اليوم كله. فنجان القهوة بحب اشربه كده على رواق،